السلام عليكم، تحياتي للجميع. نتابع معكم تطورات الأحداث التي تجري في سوريا، ونتجه الآن إلى الجنوب السوري ونتساءل تساؤلات عدة. هل استطاع الأردن السيطرة على الحدود السورية الأردنية؟ وهل سيطر فعلا من الغرب باتجاه الشرق على كامل الحدود؟ وهل هو قادر في الاستمرار على هذه السيطرة بعد أن بقيت قوات له في المنطقة الغربية السورية، الغربية الجنوبية طبعا المتاخمة للعراق وسوريا؟ وهل استطاع أن يغطي أو يؤمن حدوده اتجاها من الشرق وصولا إلى الغرب كما فعلت تركيا في الشمال السوري؟ للإجابة على هذه التساؤلات نحلل موقف الأردن بشكل عام، وخاصة الضربات التي قام الطيران الأردني بها داخل الأراضي السورية سواء على السويداء أو مناطق أخرى. وهل كان الهدف منها فقط هو مهاجمة مهربي المخدرات أم تعزيز سيطرته على المنطقة الجنوبية بمساعدة بعض العناصر التي كان يدعمها سابقا والتي كانت مع فصائل الجيش الحر؟ بمجمل ما نقول نستطيع أن نبين أن الأردن لم يكن هدفه الأساسي هو مهربي المخدرات داخل الأراضي السورية، وإلا فإن طيرانه لن يصل إلى بلدة عرمان وغيرها من البلدات، وإنما كان الهدف الذي يتطلع له الأردن سابقا وحتى عندما أنشئت غرفة الموك والتي كان أحد أعضائها، كان الهدف منها السيطرة على الجنوب السوري ووضع عملاء له. وهو أيضا اشترط على أهل السويداء عندما طلبوا منه فتح معبر ما بين السويداء والأردن على أن يكون أحد الأشخاص وهم من آل الحلبي مسؤولا أو موجودا لدى أهل السويداء ليكون صلة التواصل معهم. وبالتالي الهدف الأكبر والأعلى لجماعة الأردن أن يكون هناك سيطرة بشكل كامل على منطقة الجنوب، وخاصة امتدادا من الحدود العراقية وصولا إلى الجولان السوري بكافة المفاصل. نأمل أن تتابعوا ما يحدث على الأرض السورية وما يقوم به الجيش الأردني والطيران الأردني بشكل كامل. تابعونا، احفظوا هذا الفيديو وشاركوه مع أصدقائكم واجعلوه نقطة للوصول إلى باقي المعلومات. شكرا لكم.